أهلا وسهلا وعسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل وصفة الدرع التونسي على طريقة أمي ربي يفضلها بالتفصيل الممل. نعطيكم كل المقادير وإن شاء الله بقدرة ربي تكون معكم ناجحة 100%. بطبيعة الحال اللي عنده اللاباراي في الدار ينجم يعملها في اللاباراي هذه ويرحاها، واللي ما عندهاش لاباراي ينجم يعملها في الماكينة المخصصة بالرحيان البسيسة ورحيان درع. المهم تكون المقادير مضبوطة والحاجات اللي تحطها في الدرع تكون يعني متجانسة ومتكاملة باش تجيكم الوصفة معناها بنينة ويتعاملوها تحسوا معنا مطعمك الدرع كما تحبوا انتم. اول حاجة باش نوريها لكم هي لاباراي هذه الماكينة اللي شريتها باش ترحي لي الدرع وترحي البسيسة وكل حاجة معناها جافة. راهي الماكينة هذه ما تستعملش كما عندنا حديد نعمل في الزقوقو اي حاجة، يعني كي ترحاها تسيب سوائل هذه الماكينة ما تساعدهاش، في ساعة ما تتحرق وفي ساعة ما تفسد معكم. اما بالنسبة للحاجات الشايحة كما البسيسة والقهوة والدرع واي حاجة يعني في الاخر تولي بودر، الماكينة هذه معناها روعة واكتشاف. هذه باش نوريها لكم كيفاش عندها هذاك تتحرك يعني، وفيها الموس هذاك اللي يرحي، فيها دوبل. كي تحبوا تشراها ديما ركزوا على انها لازم تتحرك باش كي بعد ما ترحي الحاجات اللي باش ترحوها فيها تهبط معاكم بكل سهولة. اذا كان يعني ما تتحرس هذاك ما يتحركش رزينة هي باش ما تعاونكمش يعني في التهبيط نتاع البودر اللي باش ترحوه. المهم عندها هذاك الغطاء محكم الغلق يتسكر، عندها طريقة كيفاش يتسكر بها، وعندها هذيك البوطون الروج هي اللي تخدمها. منبارني نحط فيها الحاجة أقل حتى من دقيقة نصلي يعني بي يعني ترحاها بودر على الآخر. جربت عملت فيها مرة البسيسة وجبتها لي يعني كيما بالحق اللي نعملوها في بلادنا ويرحوها كيما بالضبط. هذا الماتريال اللي فيها الموس هذاك اللي راكب، وهذا الدوبل، هذوما حاجات يجوا معاها في الباكو. كيما قلت لكم راهي لاباراي هذه ما تستحملش ترحوا فيها حاجات يعني بعد تولي سائلة تسيب الزيت ولا تسيب. هذه لازم اباراي تكون للحاجات الشايحة فقط، وهم هي مكتوب عليها كل شيء، والكتيب اللي يجي معاها مكتوب عليه كل شيء. ما تنجموش معناها تسخن في ساعة، ما تنجموش يعني تحلوا تمسها من تحت على خاطر الموتور نتاعها يسخن برشا. حاولوا انكم ما تمسوهاش كي تخدموها، وتجي معها هاك البنسوب يعني باش تنظفوا بها او باش تنحوا بها كل حاجة زايدة. هذه كل المعلومات بالنسبة للاباراي هذه اللي عندي. شريتها ترفع كيلو، ثم اللي ترفع 1500، ثم اللي ترفع 2 كيلو، ثم اللي ترفع 700 جرام. انا خليتها ترفع كيلو صافا. هذه مكونات الدرع. بالنسبة للدرع توضيح، بالنسبة لإحنا توانسة نقول درع، مي أشقائنا في المغرب أو الجزائر ما نعرفش شنو يسموه. المهم هو في المحلات متاع العرب يبيعوا فيه في شكل باكوات 500 جرام. هذا الشكل متاعه مكتوب عليه إيلان أو أيلان هيك على ما أظن النطق متاعه يكون بالشكل هذا. وما تتصوروش قداش المنافع متاعه لا تحصى ولا تعد بطبيعة الحال. اللي ما يعرفش أول مرة يشوف الوصفة هذه. المهم أنا عملت كيلو باش نعمل عليه المقادير اللي تشوفوا فيه. باش نعمل عليه 100 جرام حمص، يكون الحمص طايب او تشروه انتم ني وتطيبوه على فوق الغاز. بالنسبة لي يعني شريته طايب حاضر. وحكيت مغرفة ونص قشور البرتقال، حتى هي كيف طيبها شوي فوق الغاز باش تبدل الكولور متاعها وما تبقاش يعني. وهذايا حبة حلاوة ما يقارب 3 مغارف، عفوا مغرفتين متاع اكل.
فما شكون يقولها حبة حلاوة، فما شكون يقول لها بسباس. بالنسبة لهنا في فرنسا كل واحد واش يقول لها. المهم هي الحبة تكون كبيرة شوي، وهي باش نوريها لكم. تكون في الشكل هذا، تتباع مكتوب عليها النافع. احنا في تونس فما شكون يقول لها حبة حلاوة، فما شكون يقول لها بسباس. المهم حبيت نوريكم بالتفصيل باش ما تغلطوش. المهم على الكيلو مغرفتين حبة حلاوة، 100 جرام حمص، وشوية قشور برتقال. بطبيعة الحال نجموا تعملوا الفاكهة اللي تحبوا عليها، تنجموا في بلاصة الحمص تعملوا لوز، يولي هذا لوز ولا بفريوة ولا اللي تحبوا عليه، يولي ذروع بالفاكهة. هذا سامبل ما فيه حتى شيء. بالنسبة للحمص ديجا طايب وحاضر، وقشور البرتقال هي اللي باش نطيبها شوية في الغاز. نوريكم كيفاش. على نار متوسطة، جست دوب ما يتبدل الكولير متاعها ونهبطها. نفس العملية نعملها للبرتقال، نعملها لحبة الحلاوة كيف كيف. كما قلت حتى الحمص زادا كيف كيف، اذا كان هو مش طيب نجم طيبوه، مش جست ما يتبدل الكولير متاعها كيف كيف. هذه حبة الحلاوة جست حطيت الصفار، تكون الكولير متاعها يعني فاتح يولي اصفر شوية غامق. ومن بعد للذراع حتى هو كيف كيف نحطه فوق الغاز، بشوي بشوي يتبدل الكولير متاعه ويبدا يتكتك، يعني كل مرة تترشق منها كعبة، دليل اللي هو سيبون. يزيه تنجم تحطوه على جنب وتخلطوا المقادير الكل، ما تخلوش يطيب اكثر من لازم باش ما يتحرقش وتبدل المطعم بعد كي تطيبوه. حطيت بشوي بشوي كل مرة نخلط لين كملت الكيلو في ساعة ما تكملوه الحق، ما يتعبكمش. كملت المقادير كلها طيبتها، نخلط كل شيء مع بعضه ومن بعد باش نرحيه. شوفوا الكولير متاعها كيفاش يتبدل، يكون فاتح يولي غامق شوي. يزي هذاك يعني المرحلة اللي يوصل لها، ما تزيدوش اكثر من هكاك، كلهم تبدل الكولير متاعهم. تو متبقى كان نزيد المقادير كلها وكما قلت لكم، ونستعمل لابارين ونوريكم كيفاش معناها باش ترحيهولي فيسع فيسع، وكيفاش يعني النتيجة في الاخر. نخلطهم كما قلت الكل، المكونات الكل، ونحط المكونات بشوي بشوي. بطبيعة الحال هي ترفع كيلو، ما لازمش نحط كيلو كامل، نحط بشوي بشوي باش ما كما قلت لكم يعني باش ما تتحرقش اول حاجة، وثاني حاجة باش تحصلوا على نتيجة معناها رطبة وما فيهاش يعني حبيبات، وما تعبكمش، ما تبقاش ترحوا فيها مرتين وثلاثة باش تحصلوا على النتيجة اللي تحبوا عليها. بالنسبة لي يعني الكيلو باش نقسم على 3 مرات، باش نرحيها على 3 مرات ونوريكم النتيجة كيفاش. هذه الكونتيتي اللي حطيتها، وكي نخدم الماكينة راهو كما قلت لكم من بعد ثواني، مش دقائق، نص دقيقة وتطفوا عليها وتشوفوا. اذا كان حسيتها مازالت لازمها شوي، تعودوا لها نص دقيقة اخرى، يعني ما تاخذش دقائق باش ترحي، ولا وفي ساعة وتعمل حس. يعني ما تخافوش اذا كان اصدرت صوت قوي، راه هذيك هي يعني صوتها فيه برشا حس شوي. نسكرها باحكام كيما تشوفوا، وندور البوطون روج هذيك ونشوف. بعد مرور ثواني اللي قلت لكم عليهم، تو باش نحلها قدامكم ونوريكم كيفاش. كما قلت راهي سخونه، معناها فيت في ما تسخن. شوفوا ما شاء الله طالع عليا تويكا كي نصور لكم في الفيديو، طالع عليا الريحه تبارك الله. شوفوا تبارك الله كيفاش ردتها بودر كيما معناها متعارف عليه الدرع. والكولير متاعها زادا كيما تعرفوه
ان شاء الله الوصفة سهلة، وان شاء الله الاباري زادا اذا كان عندكم منها او ناويين تشروا منها رانا ننصحكم بها. اما كيما قلت ما ترحوش فيها حاجة سائلة، راهي تتحرق وتفسد، لازمها اي حاجة ترحاها تكون تخرج في الاخر بودر. نكمل نلحي الكونتيتي الكل ونوريكم بعد ايش باش نعملوا للذراع. وفرغتها، جبت صحفة كبيرة فرغتها فهو هكذا نكمل بشوي بشوي لين نكمل الكونتيتي الكل. حبيت نوريكم هنا كيفاش معناها اللي هو بودرة على الاخر، يعني رطب كيما الفرينة. شوفوا النتيجة واضحة بالحق، يعني الماكينة هذه تجيب لي الدروع كما قلت ولا البسيسة كيما نرحاها في تونس بالضبط. بعد ما نكمل كل شيء لازمني عاد نغربله شوي باش اذا كان فيه اي حاجة زايدة تتنحى. هي لاباري يجي معها غربال اما صغير، يعني ما يكملكمش الكونتيتي، يعني تتعذبوا باش تكملها الكل. هذا عندي واحد كبير يعني فيت فيه، اما اللي مع لاباري صغير برشا. نوسع بالي شوي كان بشوي بشوي لين تبقى الخلاصة في الاخر اللي ما تصلحش، يعني نطيشها. شوفوا يعني ما قعدش حاجة كبيرة، هذا كان طيش. ونكمل الكونتيتي الكل ونطيب لكم منها شوي باش نوريكم الطريقة كيفاش نطيبوه، ولكم الاختيار من بعد كيفاش طيبوه، سواء بالحليب ولا بالماء ولا مخلط. شوفوا النتيجة ما شاء الله. كما قلت نكمل العملية كلها ونرجع لكم. وهذه الكونتيتي الكل، يعني الكيلو هذا اللي طيحهولي ما شاء الله، يعني كونتيتي باهية. شوفوا بعد ما كملت غربلت الكل وتوسع سيبون. المهم طريقة الاستحفاظ به يكون في بلاصة ماهيش معناها فيها الميديتي، تكون شايحة في حكة باللار ولا بلاستيك محكمة الغلق ويبقى لكم مدة طويلة. يعني تنجموا تستعملوه في رمضان في السحور ولا في السهرية ما شاء الله، خاصة لصغيراتكم اللي الصايمين يتسحروا به مليح، يعني ما شاء الله يشدوا نهار كامل ما يجوعوش. بالنسبة لطريقة الطياب سهلة ما فيها حتى شيء. عملت 500 ملي لتر عفوا حليب، وتنجموا تعوضوا الحليب بالماء، تعملوا كيف كيف 500 ملي لتر ماء او شطر ماء وشطر حليب. الكونتيتي هذه سواء ماء ولا حليب تحطوا عليها 3 مغارف ونص من الكونتيتي متاع الذراع، يكونوا كما تشوفوا المغارف معبين مليح، يعني ما همش مغارف ممسوحين بومبي. وتعملوا عليهم مغرفتين سكر، اللي يحب الحلاوة اكثر يعمل حتى 3 مغارف. اما بالنسبة لي يعني سكر 3 زوز مغارف، يعني عدد 2 ملاعق يكون السكر بومبي حتى هو. يعني في الاخير 500 مليلتر حليب عليهم 3 مغارف ونص ذراع وعليهم مغرفتين سكر. نخلط في البارد كل شيء ومن بعد نحطه فوق الغاز يطيب لين القوام بتاعه يكون كريمي. بطبيعة الحال الطريقة هذه اللي ما يعرفش يطيب الذراع، اما ما شاء الله ربات البيوت التوانسة كل ينجموا يطيبوه. جست هذه معلومة حبيت نقولها لكم للمبتدئات اللي اول مرة باش يعملوه او اول مرة باش يطيبوه. هذا القوام الاخير اللي تحصلت عليه نحطهم في صحيفات ولا كيسان في الحاجة اللي تحبوا عليها انتم، وتزينوه بالطريقة زاد اللي تحبوا عليها. المتعارف عليه في تونس نزينوه بشوية شامية وشوية فاكهة، ولا شامية بركة، ولا تخلوه كيما هو. كيما يرجع لكم الاختيار. اني حبيت نزينهم 3 صحافي هذوما، عملت عليهم جو زينتهم ووريتهم لكم في اول الفيديو بطريقتي يعني الخاصة، مش اوبليغاتوار يعني تعملوا هكاكا. كيما قلت تنجموا تعملوا اي حاجة. وشوفوا ما شاء الله محلاك المنظر، وخاصة المطعم تبارك الله يعني جاني ذراع بنين على الاخر.
ننصحكم إذا كان عملتوه وإلا حبيتوا تحضروه لسيدي رمضان، مازال أيامات على رمضان، حضروه بالطريقة هذه يجيكم بالحق يعني حاجة صحية وبنينة، وفي الدار عملتوه خير من اللي تشتروه من الشارع. المهم هذه وصفتنا اليوم كملت، إن شاء الله راهي عجبتكم، وإن شاء الله راهي نالت رضاكم، وإن شاء الله في نهار جديد ووصفة جديدة، وما تنسونيش بالابوني واللايك باش يجيكم كل ما هو جديد، وتشجعوني باش نهبط لكم وصفات جديدة وفي القناة وتتابعوني. وإن شاء الله زاد لاباراي يكون شرحت لكم عليها مليح، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.